الزيوت المهدرجة دي اللي موجودة في الزيوت النباتية وزيت الذرة وما إلى ذلك. مشكلة الزيوت المهدرجة أو الزيوت المتحولة دي إن هي بترفع نسبة الدهون الضارة في الجسم، وبترفع نسبة الكوليسترول، وبتكون مدخل لأمراض القلب والشرايين. وإحنا طبعا عاملين حلقة على أمراض القلب والشرايين موجودة على البودكاست، هحط لكم الرابط بتاعها في صندوق الوصف للناس اللي بتتفرج على اليوتيوب. الزيوت دي طبعا موجودة في البطاطس المقلية اللي بتيجي من بره وفي الوجبات السريعة. تقريبا مفيش أكل من الفاست فود أو الوجبات السريعة اللي بيحتوي على هذه الدهون المهدرجة. وطبعا في بدائل صحية، ان انت لو بتحب مثلا البطاطس ممكن تعمل البطاطس دي مشوية او تعملها في الفرن. والزيوت الصحية الطبيعية اللي تستخدمها زي زيت الزيتون، زيت جوز الهند، زيت الافوكادو، مش بس ان دي دهون صحية مفيدة لصحة القلب، لكن كمان استخدامها بطريقة صح ده هيقلل من نسبة حدوث مشاكل في القلب. الزيوت المهدرجة ربنا يعافينا مدخل لأمراض القلب والسكتات الدماغية. طبعا الحاجات دي بقت منتشرة جدا، ما كانتش موجودة زمان بكثرة. دلوقتي معظم الأكل اللي الناس بتاكله، خاصة لو بتاكل أكل من بره وجبات سريعة، بتحتوي على هذه الزيوت المهدرجة. فياريت ان انت تعود نفسك وتعود اولادك لو انت عندك اولاد او عندك اولاد ان انت يعني تبتعد تماما عن هذه الانواع من الزيوت. وحتى الطبخ في البيت يكون بانواع الزيوت الصحيه